ثقتك بنفسك هتضرب للسقف بتركات النظافه الشخصيه دي. بورت 2. الشعر لازم نغسله من مره لمرتين في الاسبوع حسب طبيعه شعرك، وطبعا نسرحه ونتجنب القشره عشان بتعمل تساقط وريحه مش لطيفه. واستنوا الفيديو جاي عشان اقول لكم ازاي ما تخليش ولا قشريه في شعرك. طبعا تجفيف المنطقه الحساسه من قدام ومن ورا بعد استخدام التويلت مهمه جدا علشان البكتيريا ما تتراكمش، واستخدام البيدز اليوميه هيديك انتعاش اكتر وهتمتص الرطوبه. وما تنسيش تستخدمي غسول البيكيني مرتين في الشهر مش اكتر من كده علشان بس ما يعملش التهابات. الضوافر اكتر حاجه بتبين نظافتنا فلازم نعتني بيها وما نخليش فيه اي تراكمات او اوساخ تحتها وننضفها على طول، والافضل طبعا اننا نقصها. هدوم الخروج بتتغسل بعد استخدام مره او مرتين بالكتير قوي، وطبعا احنا دلوقتي في الشتاء ولابسين الدولاب كله فلازم ناخد بالنا بقى ان الطبقات اللي احنا لابسينها دي لازم برضو تتغسل باستمرار. يمكن كل مره تقريبا تنزلوا وترجعوا فيها، يعني يا ريت تبدلوا الملابس اللي هي الطبقات دي. ليه بقى؟ علشان يا بنات بصوا، احنا دلوقتي لما بنحط ديودرنت، طبعا الديودرنت دوت الحمايه بتاعته بتفضل لحد وقت معين، بعد كده بيبدا طبعا جسمك يفرز عرق بالبكتيريا معاه. اوكي، في بكتيريا بتبقى مع العرق في الاندر ارم، فبتقوم بقى طبعا النسيج بتاع الملابس بيمتص الديودرنت بتاعك وبيمتص العرق. ولو انت كمان حاطه ديودرنت مش انتي بريسبرنت اللي هو المضاد التعرق، فانت اصلا كده كده بتعرقي، بس الفكره كلها ان الريحه مش بتطلع. الفكره بقى كلها ايه؟ ان الملابس الداخليه ديت بتمتص الديودرنت، بتمتص العرق بتاعك، طبعا في بكتيريا، فكل ده بقى مره في التانية هتلاقي بجد ريحه مش لطيفه ابدا، فدي لازم تتغير. اخر حاجه بقى الرجل، وزي ما احنا عارفين او زي ما قالوا زمان يعني ان البنت النظيفه بتتعرف من رجليها، فطبعا لازم اول ما نرجع من بره ندخل نغسل رجلينا وننشفها كويس جدا، ننشف بنت صوابع الرجل علشان ما تعملش فطريات، ونحط المرطب الجميل بتاعنا، واوعي تمشي فيها شبشب او شراب، وبس كده.